اللي حصل في الفيديو ده كان في فرح ابن رجل اعمال مشهور منصور عامر، واللي كان جاي فيه مشاهير كتير جدا، على راسهم محمد رمضان والهضبه زي ما بتسموه عمرو دياب. وزي ما شفنا في الفيديو ان عمرو دياب خبط احد المعجبين قلم محترم، وده علشان الشخص ده كان عايز يتصور معاه. طبعا السوشيال ميديا كلها مقلوبه عن عمرو دياب وازاي يعمل كده، ولكن انا الوحيد اللي مش طالع انتقد عمرو دياب، انا طالع انتقد الشخص اللي خد بالقلم على قفاه. ايوه زي ما بقول لك كده، اللي خد بالقلم على قفاه. ان عمرو دياب زيه زي اي بني ادم في الدنيا، هتفضل تكبر فيه وتنفخ فيه وتنفخ فيه، الغرور هيسيبه واول حد هينفجر في وشه هو انت، وده اللي حصل فعلا. وبعدين مع احترامي يعني مين عمرو دياب ده؟ اي بني ادم في الدنيا تقديره عند الناس المفروض يبقى مبني على الاحترام. انت محترم فانا هقدرك، غير كده لا. بتغني بقى بترقص عالم، طالما محترم واجب عليا احترمك. لكن معلش عمرو دياب ده بيعمل ايه ولا بيسوي ايه علشان انت تيجي تتصور معاه؟ خلينا نقول تتصور معاه، هتستفاد ايه انت يعني؟ هتستفاد ايه لما تصور معاه صوره وترفعها على الفيس؟ عمرو دياب مش ولي من اولياء الله الصالحين مثلا يعني. وبعدين اديك خدت قلم على قفاك اهو يا سيدي. بعدين يا اخي في حاجه غريبه قوي في الموضوع، انت رد فعلك كان غريب قوي، خدت القلم من هنا ومشيت ولا كان ابوك بيعاقبك، ما نزلتش فوقه بالبواني وبالبواكس. ايه بجد والله؟ ومين عمرو دياب ده نازعك بالقلم على وشك، اديله بالبواني والبواكس، حاجه غريبه والله. الخلاصه يا جماعه ما تعلوش الناس الفارغه، عايزين تعلوا الناس على الناس المحترمه اللي ليها قيمه، اللي لما تعلى عمرها ما هتكبر عليكم اساسا، لان بطبعها ناس عندها قيمه، ناس محترمه.